كيف فور ليفل 1 غيرت طريقة تعلم الإنجليزي في الشرق الأوسط آخر 10 سنوات؟ مو بتطوير المنهج ولا باختيار مدرسين أقوياء، لكن غيروا الطريقة كاملة بخطة واقعية تناسب كل شخص مبتدئ. قبل فور ليفل 1 الإنجليزي كان كله حفظ وتلقين ومن غير هدف واضح، والنتيجة دماغنا مليانة كلمات، لساننا بيهنج وما بنعرفش نكون جملة على بعضها. بعد فور ليفل 1 الإنجليزي صار حوار وموقف كامل، تقدر تفهم بجمل كاملة، كل مستوى له أهداف واضحة. في النهاية معايير تقييم عالمية. قبل فور ليفل 1 النظام كان Teacher Center Classroom، مدرس بيشرح ويتكلم وطلبة سميعة وفصل ممل وروتين ورعب لو حد توجه له سؤال. بعد فور ليفل 1 النظام بقى Student Centered Classroom، يعني المدرس دوره يشرح لك ويساعدك تتكلم ويشجعك تغلط وتتعلم، وكل ما تتكلم أكتر ثقتك تزيد أكتر. قبل فور ليفل 1 المحاضرات كانت في الفصول وبس، وده طبعا كان بيمنعك انك تطبق او تمارس اللغه، والنتيجه الحتميه لده كله انك طبعا بتبقى خايف انك تتكلم مع اي حد غريب. بعد فور ليفل 1 ألعاب وأنشطة وأفلام وممارسة حرة للإنجليزي طول الأسبوع خارج نطاق الفصل، والنتيجة ثقة بالنفس وتحدث بالإنجليزي في كل المواقف. قبل فور ليفل 1 المحاضره تخلص، المعلومه تتضخ، مفيش وسيله للمراجعه او الممارسه في اي مكان. بعد فور ليفل 1 هتقدر تحضر وتراجع وتطبق كل اللي انت أخدته من أي مكان وفي أي وقت، وده على منصة ناو، يعني بقيت متحوط بالإنجليزي 24 ساعة. قبل فور ليفل 1 الدراسه كانت متوفره اوفلاين بس، وكان التعليم الاونلاين غير مرضي. بعد فور ليفل 1 نقلنا لك تجربة التعلم أونلاين، فبتمارس بأنشطة وألعاب وتفاعل كأنك في فصل حقيقي. فور ليفل 1 هو اختيارك الوحيد لتعلم الانجليزي. خبرة، منهج عالمي، مدرسين على أعلى مستوى، وفي 6 شهور هتتكلم إنجليزي. وإذا ما استفدت راح تعيدها مجاناً.